المفروض تتعرض على السيد الوزير الشباب والرياضة، الإدارة المركزية العليا توافق. كل ده في ثانية يطلع جواب تخصيص 10% مساكن لمين؟ طب والأعضاء؟ وأقول لكم المشروع معمول إزاي؟ صالات كاراتيه وجودو وجمباز وحصنة وسباحة وتنس أرضي، كله في بلد. وأنا بقول للرقابة الإدارية المحترمين شوفوا إيه ده؟ مين اللي ورا المشروع ده؟ والواد الكذاب طارق يوسف. بقول تاني كذاب. مصطفى مدبولي جزمته أنضف منك. وبطلوا بقى تخوفوا الناس، أصل الدكتور مش عارف مين، أصل ابن مين، كفاية. الأرض دي ملك أعضاء الجمعية العمومية، مش ملك حد. ولا يملك أي مسؤول في البلد يتصرف في سنتي فيها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية. وأوريكم أنا دافع الفلوس كلها. وجهاز سيادي محترم استلم وابتدى يشتغل، هوريها لكم دلوقتي. وفكروني بنمرة واحد أرض 6 خطوط. نجيبها بقى كده هنا عشان إيه؟ مصطفى أنت كنت ساكن 39 العمارة اللي جنبي، وعارفك أنت ووالدك ووالدتك كنتوا ناس محترمين. بقول لك هذا طارق يوسف ومحمود الجمال. تاني طارق يوسف، بقول الاسم أهو وهنزل لكم صوت بس اللي ما يعرفوا يشتغل. ومحمود الجمال تمام. ومحمود بقول هو محمود يا جمال يا اللي مره كلمتني بعد 25 نهار بتشكرني، حضرتك مين؟ قال لي محمود الجمال. قلت له محمود الجمال مين؟ فراح الاخ مدحت العدل هو صاحبه والاخ اخوه ده اسمه ايه مش فاكر اسمه، تمام؟ قال له اول واحد يقول لي مين محمود الجمال؟ مش عارفه. مع احترامي للسيد جمال مبارك وبنت حضرتك انا مش عارفه. لكن مش ممكن يا جماعه أرض ضاعت أنا اللي جايبها. تاني أنا اللي جايبها بفضل ربنا من المهندس إبراهيم سليمان. خلاص هقعد جنبك كده على 100 سنة. يبقى الغرض من المؤتمر إنقاذ النادي. هذا الإنقاذ في يد واحد بس، السيد الرئيس. لأن السيد الوزير المحترم دكتور أشرف مش قادر عليه. ده لما ضربوا بعض جوه، هوريكم لما ضربوا بعض جوه المجلس وعرف إن يحولهم للتحقيق، قال له تليه في مصايبك. ليه حق ليه؟ 14 وزير يا معالي الدكتور مصطفى مدبولي راحوا له مستشفى الناس اللي مش بتاعته، بتاعت الراجل عصفور بتاع النجف بتاع شبرا الخيمه. خميس عصفور. نعم خميس عصفور. خلاص 14 وزير في رمضان راحوا له. مين ده؟ ده راجل متهم في قضايا، عنده بلاغات اهدار مال عام واستيلاء على مال عام. طب هو استقبلهم؟ لا، الواد ابنه. ايه المهانه دي؟ دي مهانه. هو لي حق. هنبدا السرطان ده من 2005. بس قبل ما نقول من 2005 بقول لك ايه، هيسيب الكاميرا دلوقتي ها؟ عامل ايه طيب؟ هو يا جماعه بقول لك ايه ثانية واحدة يا ابني. ده اشتهرة زي معلم كده. من فوزي. فوزي مين ده؟ ولا اعرف. ولا انا. لا ده حكايه ده. فوزي مصر. ايه اللي جاب؟ زي علي كده بس كده. وسعت نفسك وتحل. الثانية بقى لا لا انا قصير اصلا يا ابني، مش انا في الاخر اللي بيعش. انا قصير بتاع زياد. لعبة الشنطة ماشية 5 سنين مش لاقي حتى كان فيها لا تقدم. عامله زملكاوية لجنة اشتم الأدب. بقالك قد ايه ما عملتيش فيديوهات؟ وبتكلمي زياد ليه؟ بتقولي له انت بتقول له ليه؟ ده قال لي بقول لك ايه، هيسيب الكاميرا دلوقتي ها؟
عامل ايه طيب؟ بقول لك ايه ثانية واحدة يا ابني. اصل ده مش درجه عالي كده. انت ابن فوزي. فوزي مين ده؟ انا اعرف. ولا لا ده حكايه ده. فوزي مصر. اصل ايه اللي جاب؟ زي عالي كده بس كده وسعت لنفسك وتحل. الثانية بقى اللي لا لا انا قصير اصلا يا ابني مش انا في الاخر حل بيها. انا قصير قوي. بتاع زياد. العدد الشنطة ماشية 5 سنين مش لاقي حتى يكون فيها لا تقدم. عم زملكاوية لجنة